لو عايزة جسمك يستجيب مع التمرين لازم نبتدي من الأساسيات في الأكل. الموضوع مش دايت قاسي ولا حرمان، لكن تنظيم بسيط وواضح. أول حاجة نقلل السكر بكل أشكاله، مش بس السكر الأبيض، لكن كمان الحلويات اليومية وأي حاجة داخل فيها سكر. تاني حاجة نقلل الدقيق الأبيض والمخبوزات والمعجنات والاعتماد عليها في وجباتنا، لأنها بتخلينا نجوع أسرع وندخل في دايرة الكريفينج أو النهم في الأكل. كمان نحاول نبعد عن الزيوت النباتية المكررة، لأنها بتزود الالتهابات في الجسم وبتبطئ استجابتنا للنزول في الوزن، وخصوصا المقليات. نستعمل فقط زيت الزيتون والزبدة الطبيعية. قدام ده نركز على الأكل الحقيقي الطبيعي اللي مش مصنع، مصدر بروتين في كل وجبة وخضار كتير، دهون صحية باعتدال، وما ننساش المية. لما الأساسيات دي بتتظبط جسمك بيبتدي يهدى والالتهابات تقل والحرق يتحسن وطاقتك تعلى. في زنبليطة 30 احنا مش بنجري ورا دايت سريع ولا رياضة مهلكة، احنا بنبني عادات بسيطة تكمل معانا وتخلي صحتنا أحسن على المدى الطويل.